يقول بأن هناك من الناس الطيبين من تكلم في المسجد حول هذا الأمر واستدل بآيات من القرآن والسنة فقال وأحاديث من السنة، فقال الإمام إن هذه الآيات والأحاديث إنما هي في المشركين الأوائل، فهل آيات الشرك والكفر خاصة بالمشركين الأوائل أم تنطبق على كل من يعمل عملهم؟ ليست خاصة بهم، بل لهم ولمن عمل أعمالهم. القرآن نزل لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة، فهو حجة الله على عباده إلى يوم القيامة. فقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا يعم من كان في زمانه وبعده إلى يوم القيامة. وقوله سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا يعم أهل مكة وأهل المدينة ويعم جميع الناس، كلهم منهيون أن يدعوا مع الله أحدا في زمانه صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك إلى يوم القيامة. وهكذا قوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، العام. وهكذا قوله جل وعلا قل ادعوا أنتم من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيها من شرك وما له منهم من ظهير. هذا يعم جميع الخلائق كما يعم الأصنام ويعم جميع من يعبد من دون الله. وهكذا قول سبحانه قل ادعوا أنتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة والأقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا يعم جميع الناس. وهكذا قول سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فبين سبحانه أن المدعوين من دون الله من أصنام أو جن أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين لا يسمعون دعاء من دعاهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، وأنهم ما يملكون من قطمير وهو اللفافة التي على النواة، وهم لا يملكون ما يطلب منهم ولا يستطيعون أن يسمعوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هذا كلام الحق سبحانه وتعالى. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لهم، فلو فرض أنهم سمعوا لم يستجيبوا لعجزهم. ثم قال ويوم القيامة يكفر بشركهم، فسمى دعاءهم إياهم شركا بهم. ووجب على أهل الإسلام يدعوا ذلك وعلى كل مكلف يدعى ذلك، وأن لا يدعو إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا يعم جميع العصور من عصره صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدهر. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. بارك الله فيكم.